دلوقتي احنا على محور الامل اللي هو بينزلنا من طريق السويس الى محور بن زايد الشمالي، وبنمر على منطقة الام يو 23 المنطقة الخدمية اللي بتخدم على الحي الثاني والحي الثالث في العاصمة الإدارية الجديدة اللي هم خلصانين بالفعل. النهارده هنعدي على أكتر من مول وهنشرحهم، هنشوف بايونير وهنشوف أكتر من مول موجودين في الام يو 23. بعد كده هندخل على محور بن زايد الشمالي، أعرض محور في مصر اللي هو بيمر بالداون تاون اللي هو أكبر تكتل تجاري وإداري وطبي وفندقي في الشرق الأوسط، 1364 فدان، أكتر من 200 مول. وهنمر بالمنطقة السي بي دي او السنترال بزنس ديستريكت، ممكن تظهر معانا دلوقتي بس عن بعد، ممكن نشوفها دلوقتي اللي هي البرج الايقوني وناطحات السحاب بس عن بعد. احنا اول مول بنقابله هنا وهو مول إليت اللي هو فيه مول متخصص بالكامل اداري ومول متخصص بالكامل طبي، وده من تاني مول هو متخصص طبي هنا بعد ريفر جرين، وهو على اول ميدان وانت ماشي على محور الامل نازل رايح على محور بن زايد. هنا عندنا جولدن تاور من المشاريع اللي هي صف اول على محور الامل. محور الامل عرضه حوالي من 100 ل 120 متر، والمشروع طبعا في منتهى القوه ان هو بيجمع ما بين اكتر من تايب او اكتر من يعني سواء تجاري او اداري او اكتر من حاجه. من هنا احنا شايفين البرج الايقوني ومنطقه السي بي دي او السنترال بزنس ديستريكت. طبعا الحته دي كلها عمال بتتساوى، يعني عمال بينزل الارض ده لان الحته دي كانت مرتفعه، وهتنزل كلها بسوى الشارع، وفيها مولات في منتهى القوه مثلا زي ريفر جرين، مثلا زي مشاريع باريس بتاعت بيراميدز ولكن هي سولد اوت. عندنا الام يو طبعا اخرها لو احنا كملنا كده في الشارع لغايه بن زايد الشمالي. الحلو ان هي قريبه جدا من سي بي دي او سنترال بزنس ديستريكت، زائد انها قدامها هو خط المونوريل اللي هو اللي بيوصل ما بين من اول وسط القاهره بيوصلنا لغايه هنا، سواء بالال ار تي او المونوريل نفسه، او طبعا عندنا جنبنا او قريب منا اللي هو جنب الحي الحكومي على المحور المركزي اللي هو هيبقى دائري العاصمه الاداريه الجديده. هيبقى عندنا اللي هي المنطقه او المحطه المركزيه اللي بتوصل ما بين ال ار تي والمونوريل وخط القطار السريع. واخر حاجه هنا في الام يو 23 مول ذا سبارك التابع لشركه بروك، وهو اول مول موجود. طبعا الانشاءات فيه ضعيفه جدا، وهو اول مول موجود على اكبر ميدان اخضر في الام يو 23. دخلت من بن زايد وانت رايح على محور الامل وانت رايح على طريق السويس. بنصح الناس ان هم يتملكوا في المنطقه دي محلات تجاريه عشان هي بتخدم على ترافيك عالي جدا، حوالي اكتر من 250 الف نسمه، ويتملكوا فيها كمان وحدات طبيه. هنا مش بنصح بالاداري ولا بنصح بالفندقي الحقيقه. ليه؟ لان هنا احنا محتاجين طبي علشان حوالينا كثافه سكانيه كبيره جدا محتاجه طبي، ومحتاجه يكشفوا، محتاجه يطمنوا على نفسهم ويدخلوا الدكاتره ويتعالجوا. تجاري طبعا عشان فيه ترافيك عالي جدا. تمام. طبعا دي من المناطق اللي حضرتك لو حبيت تستثمر فيها على الشورت تيرم، يعني الاستثمار فيها قريب المدى. وليكن منطقه زي الداون تاون، كل الداون تاون ما فيهاش انشاءات، فلسه فيها 5 سنين عشان الداون تاون تشتغل بكامل قوتها. دلوقتي احنا قدام منطقه السي بي دي السنترال بزنس ديستريكت، قدام اطول برج في افريقيا. طبعا اللي قدامنا ده المونوريل، خط المونوريل جنبه ماشيين عليه على محور بن زايد الشمالي. قدامنا المنطقه اللي فيها 20 تاور او 20 ناطحه سحاب، بيتوسطهم اعلى برج في افريقيا بارتفاع 386 متر ارضي و79 دور. طبعا جنبنا طبعا مشروع 60، وقدام هنلاقي مشروع تاج تاور، ورانا مشروع امازون وانفينيتي. هنلاقي مشاريع كتير جدا في منتهى القوه. صف اول ام يو 7 مطله على منطقه السي بي دي. ودلوقتي هندخل نفرج حضراتكم على اقرب حي سكني موجود جنب منطقه السي بي دي او سنترال بزنس ديستريكت، اللي هو الحي الثالث او الار 3 بالعاصمه الاداريه الجديده. خليكم معانا هنشوف كل جديد وكل تفصيله في العاصمه الاداريه الجديده. دلوقتي احنا داخلين ار 3، هنلاقي ان كل حاجه خلصانه، من اول اللاندسكيب لغايه الواجهات لغايه التشطيبات الداخليه، وهنلاقي ان الناس ساكنه بالفعل وفي حياه، بل في محلات النهارده موجوده بالفعل. فحضراتكم لو تشوفوا كل المباني الموجوده وكل حاجه ممهده بنسبه 100%. النهارده بنتكلم واحنا رايحين الحي الحكومي عن الجامعه الكنديه، جامعه شغاله بالفعل بقى لها اكتر من سنه، وموجود فعلا بالفعل الطلبه بتاعتها ودكاترتها، وفيها اكتر من تخصص واكتر من كليه، وشغاله بمنتهى القوه. يعني مثلا دلوقتي
مش 50% من الطلبه. لا، لو حضراتكم شفتوا كم العربيات والاتوبيسات اللي بتوصل الناس هنا في الجامعه الكنديه، وفيها اكتر من كليه، ده موجود في العاصمه الاداريه الجديده النهارده. وبالفعل النهارده عاصمه اداريه جديده، حضرتك جيت سكنت، جيت استثمرت، فانت بالفعل خدماتك شغاله، مش لسه هتشتغل. وده الحلو في العاصمه الاداريه الجديده، ان هي خطتها صح من اول بنيه تحتيه لغايه الفاسيلتيز اللي هتخدم عليك وانت في مكانك. فالنهارده انت حبيت تستثمر في حاجه تجيب لك عائد سريع، انصحك بالام يو 23. لو تواصلت معايا على الرقم الموجود قدامك على الشاشه على الواتساب، هكون انا في خدمتك، انا وكل المستشارين العقاريين الموجودين في شركه اي ار جي المعتمدين منها، ونقدر نوصلك لاعلى قيمه مقابل سعر بخدمه مجانيه بنسبه 100%. نعمل لك دراسه جدوى وكل اللي تحتاجه، ونجيب لك اوراقك القانونيه وتضمن لك حقوقك. لو تواصلت معانا على الرقم اللي قلت لحضراتكم عليه على الشاشه، هنكون سعداء جدا بالتواصل معاكم ورد على استفساراتكم. دمتم مستثمرين ناجحين. شكرا لكم.